جه رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: أي الصدقة أعظم أجرا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، إلى آخر الحديث. تعالوا نسمع الحكاية دي ونشوف عظم أجر الموضوع ده. دكتور شغال في مستشفى استثماري ونفسه يحج، قعد سنين يحوش في فلوس الحج، ولما كمل فلوس الحج وفي السنة اللي قرر فيها يطلع يحج، وهو داخل المستشفى قابل واحدة أم لمريض الحالة بتاعته هو اللي بيتابعها، جاية تسلم عليه وتقول له: شوف وشك بخير، احنا مش هنكمل مع بعض تاني. فالدكتور ده استغرب وسألها: يعني هو أنا قصرت مع ابنك في حاجة يا ستي؟ العلاج لسه ما خلص. قالت له: لا والله انت يعني ربنا يبارك لك، بس احنا اللي فلوسنا خلصت ومش هنقدر نكمل. فالراجل صعب عليه المريض وامه وراح للحسابات في المستشفى يحاول يلاقي مخرج للمريض ده ان هو يكمل من غير ما يدفع. فطبعا الحسابات رفضت، نظام المستشفى كده. فالمهم يمين شمال جه في باله ان هو الفلوس اللي كان محوشها للحج هتقعد المريض ده حوالي 6 شهور كمان. فراح جايب فلوس الحج دي واداها للحسابات في المستشفى، وقال لهم يخلوا المريض وما يعرفوش أهله إن هو اللي دفع الفلوس، ويقولوا لهم إن المستشفى عاملة بند للظروف اللي زي ديت تساعدهم وكده، واستعوض ربنا في الحج. يشاء السميع العليم إن صاحب المستشفى يطلع يحج في السنة دي، وصاحب المستشفى ده عشان يطلع يحج لازم الدكتور المعالج بتاعه يروح معاه. وبقدر ربنا الدكتور المعالج بتاع صاحب المستشفى مريض ومش هينفع يسافر معاه. تقوم المستشفى تكلم الدكتور ده وتترجاه، يعني مدير مكتب صاحب المستشفى ده يكلم الدكتور ويقول له: أنا في مشكلة ومحدش هيساعدني فيها إلا أنت. خير يا عم، اصل صاحب المستشفى مسافر يحج والدكتور المعالج بتاعه مش هينفع يسافر معاه، وعايزين دكتور يطلع معاه، فعايزينك تيجي تطلع معاه. فطبعا عناية الاتنين، هطلع حج. فيتم وضع الدكتور ده كطبيب مرافق معالج لصاحب المستشفى انه يطلع يحج معاه. وشوف عوض ربنا انه مش بس طلع يحج، ده كمان هيحج ببلاش وهياخد بدل مأمورية، لأن ده بالنسبة للمستشفى حج مأمورية. ومش بس كده، ده صاحب المستشفى كمان عرف اللي حصل مع الدكتور ده واللي هو عمله وإن هو دفع الفلوس للمريض، فيقول يعني هو عمل كده